ساكن هنا وهذا البيت تبعنا، والبعض يحسب انه المبنى هذا استراحة ومقر لهم، هو في الحقيقة بيت شعبي مؤجر، ما لهم أقل من شهرين في المكان هذا. المستاجر حسام الجهني، ايوه هو استاجر، وهذا اللي نعرفه مرته، يعني جاي هو ومرته، ما شفنا اي احد، حتى قد شفناهم يعني معاهم مقاضي البيت وحرمته معه، ولا حسنا باي شيء، يعني كنا انهم اشخاص عاديين. هو ادمي في يتراوح عمره ما بين 24 الى 27 سنه، ومطوع بيضاني. والله في البدايه بعد اذان الفجر تقريبا على الساعه 5:30 حصل اطلاق نار خفيف يعني، وبعدها صار تتبادل بالرشاشات واصوات التعالت حق الرصاص، ولكن بعدها ب15 دقيقه جات يعني المفاجاه انه صارت تفجيرات هنا، ولكن الحمد لله. ومن بعد الحكومه انه ما حد قدر يتهدى من الناس، ومسكوهم وتفجروا في نفسهم وفي المقر حقهم. هذا جاي يدور لحمه اخوياه الدواعش الارهابيين. السكان هذا اي والله هذا بيت. طيب وش اللي صار؟ والله يا اخي الساعه 7:15 ما صحينا الا من الاصوات التفجيرات. 7:15 حقيقه عانينا معنا، لكن رجال الامن والله ما قصروا يعني. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الله يحفظ دولتنا ويحفظنا ويقويهم ان شاء الله على ضد هذا الفئه الباغيه. هذول الخوارج خرجوا على الصحابه وقتلوهم، خرجوا على افضل البشر قتلوهم، ما بال احنا يرونا اسوء منهم. والحمد لله والله يحفظ ولاة امرنا ويحفظ جنودنا البواسل. حقيقه والله انهم سووا شيء يطلق الصدر. حقيقه يا اخي انا في حياتي ما قد مر علي موقف زي اليوم. احنا في امن وامان ما يعلم به الا الله عز وجل. الحمد لله والله ما قد مر علينا ساعات عصيبه مثل هذا الصباح اليوم. الله يحفظ رجال الامن ويقوي حكومتنا الرشيده. وبصراحه اللي صار اليوم انجاز عظيم، يعني اوادم داخل بيوتهم ولا احد عارف عنهم اي شيء، وفجاه كذا طوقتهم الحكومه وطوقت المربع كامل وقفلت المداخل والمخارج، ما تسمع الا اطلاق النار والمناداه عليهم بتسليم انفسهم، بس انهم رفضوا يسلموا انفسهم واستخدموا الاحزمه اللي معهم الناسفه. وبصراحه انجاز عظيم قدموه رجال الامن ويشكرون عليه. الارهابيين الى نار جهنم ان شاء الله باذن الله، ويشكرون رجال الامن وتشكر حكومتنا الرشيده. والله ابدا اليوم مداوم طال عمرك من الساعه تقريبا الساعه 5 وما وصلت السامر الا وجاني خبر من الاهل في صوت اطلاق نار، والحمد لله احمد الله سبحانه وتعالى، يعني الناس امنين واحنا في امن وامان، ولكن الشرذمه ولاقوا جزاءهم وجزاهم عند الله اقوى من كذا، والحمد لله. هذا ناس حثاله، وقليله كلمه حثاله، ناس في بلد آمن مؤمنين بالله، ولكن دول يعني طالعين عن ما عندهم أولا لا وطنية لا دين لا أخلاق، والحمد لله. يعني إيش أقول لك، تاج على رؤوسنا. أكبر نعمة أني رحت وأولادي نايمين في البيت، باقي أكبر من هذه لا والله ما عاد في أحسن من كذا، والحمد لله. والله الحدث الشيء هذا يعني شيء خبيث، شيء لا يرضي الله ولا رسوله، ونقول لهم في هذا الشيء من كان يسوي لهذا الشيء نقول له مالك للموت وسلامتك، ونقول لهم مشكورين ما قصروا، بيض الله وجوهكم. الشيء اللي قاعدين يقدمونه صراحة يبيض الوجه. والله هذه يقولون استراحة، وما أدري إيش موضوع الاستراحات هذه. الاستراحات هذه كثير فيها من المشاكل، كثير فيها من المشاكل بالذات في الحرازات، وأنا أتحمل زي ما تقول الاستراحات ما دام إنها فاضية، إن الاستراحات هذه الفاضية تيجي فيها مشاكل، يعني تولد فيها مشاكل زي هذه الأشكال. والله جهود الأمن قدموا أشياء صراحة، يعني الشباب هنا أكثر الناس قالوا إحنا نايمين وإحنا دارين عن شيء. والله رجال الأمن كلمة ما توفيهم حقهم صراحة، ولا أي كلمة لو طال الحديث ما توفيهم حقهم. والله إحنا ما إحنا مسكنا الحي من الساعة، طلعنا من المسجد الصباح وجدنا رجال الأمن محاصرين المسجد ومحاصرين الموقع كله، ورجعونا ما قدرنا نطلع، رجعنا في المسجد وقعدنا أنا واللي صلوا معي في المسجد، جلسنا في المسجد، سمعنا إطلاق نار بعد حول الساعة 5 وشوية، بعدها سمعنا انفجارين وراء بعضها. هذا اللي احنا ما قصروا رجال الأمن، يعني بيض الله وجيههم وعلومهم زينة. العمل هذا لا يقره لا دين ولا اسلام ولا عرف، ولا هذا شيء يغضب الله ويغضب المسلمين.
والله اللي صار بالنسبة صلينا الفجر الوضع طبيعي ولا في أي مشاكل. تمام. بعد صلاة الفجر طلعنا من المسجد، حصرنا في المسجد، قالوا ممنوع بالنسبة هذا المسجد قدامك. تمام. هذا المسجد اللي احنا نصلي فيه. إلا قالوا لنا ما تخرجوا من المسجد حفاظا على صحتكم وعلى أرواحكم. جلسنا في المسجد يمكن تقريبا نص ساعة، بعدين قدرنا نجي. هذا بالنسبة لبيت جارنا اللي هو عبد الله عسيري اللي هو صاحب الاستراحة. ايوه بيتي انا بالنسبة لي جار المسجد مباشرة. صار الوضع يعني عبد الله عسير صاحب اي استراحة اللي صار فيها الحدث، اللي صار فيها الحدث وفيها مقتل الارهابيين عليهم من الله ما يستحقون. فهذا الذي صار في البداية. بعدين حصل تبادل اطلاق النار، بعدين حصل التفجير اللي فجر نفسه بحزام ناسف. يعني ألسنة اللهب يعني يمكن أقول لك موازي للجبل، له تقريبا شهرين مستاجر. اللي معاه عائلة ولا؟ معاه عائلة بزوجته. الرجل ايوه بزوجته، الرجل يجي ينزل بزوجته وينزل ينزل السوبر يشتري اغراض ويرجع وزوجته معه. حتى الرجل يعني ما شفناه يصلي في المسجد معانا كثير. والله رجال الامن ان شاء الله انهم ادوا واجبهم وما قصروا، مشكورين على ذلك ولا يستغرب عليهم، والله ينصرهم ان شاء الله. ودوا واجبهم ان شاء الله وكفوا ووفوا. نحمد الله عز وجل على حكومتنا الرشيدة وعلى رجال الأمن البواسل الذي قاموا بجهدهم وبحفظهم على الأمن والأمان، ونسأل الله أن يوفقهم في كل خطوة يخطوها. هذا حدث إجرامي، هذا إن شاء الله إنهم في النار ذول اللي عملوا هذا حدث لا هذا بريء.